ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنخزن بطاطس في مطبخ أم منا. هننقي البطاطس طبعا إن هي رخيصة في الموسم بتاعها. هنجيب كمية من البطاطس ونفرزها، أهم حاجة يعني هنطلع البطاطسية اللي زي ديت طرية كده مخرومة، طرية نطلعها كده نخليها على جنب ونستخدمها في المطبخ بتاعنا الأول إن شاء الله. حطيتها اهيت على جنب عشان ما نغلطش وناخد منها هنا، لان لو واحده فيها حته بايظه مثلا كده وحطيتيها فبتبوظ الكل. فاحنا طلعنا البطاطس اللي احنا مش هنستخدمها، وهنجيب سمك من بتاع الفاكهه اللي هو ده يكون نضيف ومغسول عشان ما يكونش فيه اي حاجه تبوظ البطاطس. لو عندك ده ماشي، ما عندكيش ده يبقى الثبات ده برضو. لو ما عندكيش ده ولا ده يبقى كرتونه وتخرميها، او شكاره اسمنت وتطلعي الطبقه اللي فيها اللي جوه اللي بتبقى متعصر اسمنت، بتبقى كذا طبقه. طلعي الطبقه اللي متعصر اسمنت واعملي بقى في الطبقات التانية. فهنبدا نعمل البطاطس ديت. وعندي برضو هنا كميه بطاطس تانية نوعيه تانية، هنا برضو نوعيه تانية فرزاها برضو ديت، مطلعه برضو منها اللي هي طريه، اللي هي مخرومه، اللي هي مش هتنفع برضو هنطلعها برضو على جنب، هنستخدمها برضو في المطبخ بتاعنا الاول، مش هنخزنها، نحطها في المطبخ نستخدمها. صلوا على رسول الله. هنبدأ كده في حاجات تانية هنعوزها بقى غير السبت والبطاطس معانا المفروزة النضيفة اللي هي برضو فيها حتة طينة، مش مشكلة خلي الطينة اللي فيها. هنعوز برضو هنا معانا برضو نشا والمصفى، ومعانا الورق. دي الحاجات اللي هي هنعوزها معانا ان شاء الله في تخزين البطاطس. هنبدأ كده واحدة واحدة. الأول هنا هناخد الورق ده، لو ورق ضعيف زي ده كده ممكن تخلي كل ورقتين على بعض في الثبت من تحت كده، كل ورقتين على بعض. ممكن ورق جرايد، ممكن ورق زبدة، ممكن أي ورق يعني يكون ورق نضيف كده. هنفرش القعر كله بالورق ده. تمام كده. وهنسمي بسم الله، وهنحط طبقة بسيطة من النشا على الورق ده من تحت، طبقة مش كتيرة يعني من النشا على الورق ده كده من تحت. ونبدأ ان احنا نرص البطاطس كده المفروزة النضيفة في قعر السبت. بسم الله، صلوا على رسول الله. وفي حبايبي طرق تانية، في حبايبي طرق تانية هنتكلم فيها كده واحنا شغالين. في طريقة ان انت ممكن بتجيبوا في الارياف اللي بتبقى عنده مكان زي مثلا اوضة تخزين تبقى مخصوصة لأوضة تخزين، بيجيبوا الطين بتاع الارض ويحطوا عليه شطة مية بسيطة كده، ويلفوه بالشطة الطين ده ويحطوه جوه يحوطوا عليه كده في مكان، ويفردوا عليه البطاطس ويغطوا بالكمية التانية البطاطس. يبقى الطين محطوط تحت ومحطوط فوق، شايفين يا حبايبي كده. ونغطي برضو بطبقة بسيطة كده نشا برضو البطاطس، طبقة بسيطة كده على البطاطس كده نشا، مش كتير يعني. نحط برضو الطبقة التانية. احنا ممكن برضو نحط ورق برضو تاني هنا، ورقة واحدة بقى ما نكترش. حطيت دول بس كده عشان
اصدقكم اللي عند النشا بيحفظوا بطريقه ممتازه، يبعد الرطوبه. طبقه برضو نشا بسيطه كده على الورق. في بيحط الطين، بيحط على الطين زي ما قلنا كده، وفي بيحط بالطريقه ديت، وفي ما بيحطش نشا. يعني ممكن تعملي الطريقه ديت من غير نشا، فالنشا بيبقى اضمن يعني عشان بيحفظ من الرطوبه وبتقعد معاكي مده اطول. طيب انا عشان ما اطولش عليكم حابه هنرجع لكم تاني ان شاء الله كنت انا كملت الكميه اللي قدام. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. كده خلصت الكميه كلها اللي معانا، كميه البطاطس كلها كده خلصت. هغطي بقى الوش اللي فوق ده بالورق برضه، نغطيه بالورق خالص كده عشان الرطوبه، والنشا اصلا ما تخافوش هيحفظوا الرطوبه يعني النشا. واحنا معانا الطريقه ديت والطريقه بتاعت الشطه والتراب بتاع الطينه الزراعيه، تحطي